رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين. كل يوم أكلة جديدة من بلد جديدة. حذروا هنفطر ايه النهاردة وبنفطر ايه. الأكل مش حقيقي يا جماعة. أنا حاطة لكم المكونات بتاعت الأكلة بتاعتنا اهي، ممكن تعرفوا منها هنعمل ايه. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. وأول حاجة عندنا بصل وعندنا طماطم وعندنا كوسة وعندنا بطاطس وعندنا جزر. عندنا بقى فرختين اهوت، انا شلتهم من الفريزر كانوا مجمدين، هاخدهم بقى كده اهوت. وعندنا كمان علبة صلصة، معجون طماطم، وعندنا حمص. مهم قوي الحمص في الاكله بتاعت النهارده، اوكي. وعندنا شويه توم كده اهوت مفرومين، انا بحطهم في علبه في التلاجة عشان لما اجي استعملهم. خلاص طيب، هنيجي نعمل ايه بقى. في مكون تاني بس مش هقوله دلوقتي، انتوا بقى مع الفيديو هتشوفوه. هنجيب الفرختين نقطعهم ونغسلهم وننضفهم قوي قوي قوي، نغسلهم بالخل عشان تروح منهم الزفار، ونقطعهم ونحطهم في طبق كده. هجيب البصل واشيل القشر بتاعه واقطعه ونحطه في طبق لغاية ما نشوف هنستعمله ازاي. انا بس يا جماعة دلوقتي بحضر المكونات بتاعتي والحاجات بتاعتي. هنجيب الحلة الضغط اللي هي بنسموها كوكوت مينوت، او حلة الضغط في البلد دي بيسموها كوكوت مينوت، اوكي. ونحط فيها زيت، اوكي. وبعد ما نحط الزيت شوية كده هوت، مش كتير. اللي عاوز يحط سمنة ممكن يحط سمنة، بس هو مع الزيت أحلى. ونجيب قطع الفراخ بقى ونحطها جوه كده، ونقلبها تقليبة حلوة. زي ما انتوا شايفين انا مقطعة الفراخ قطع صغيرة مش كبيرة. تمام. يلا ونبتدي نقلب. نجيب بقى البصل اللي احنا قطعناه ونحطه فوق، وبعدين نجيب الحمص، طلعه من العلبة واغسله كده هو، واروح حطاه فوق البصل وفوق الدجاج الفراخ مع التقليب. هجيب الطماطم واقطعها تمام كده هو، تضربها في الخلاط عشان انا عاوزاها تبقى ايه كانها، او تبشروها بالمبشره، المهم ان هي تبقى ايه زي ايه، مش زي صلصه بس تبقى ايه عصير كده. خلاص. ونيجي نروح حاطينه فوق الفراخ الدجاج والبصل والحمص، مع استمرار التقليب والنار تبقى واطيه. خلاص كده. بعد ما نقلب نجيب بقى ايه الجزر، ونقطعه قطع كبيرة مش صغيرة ونحطه في المرحلة دي. احنا بنحط الجزر دلوقتي ليه؟ لان هو بيبقى ناشف شوية وبيحتاج وقت اكتر في السوى عن بقية الخضار اللي احنا هنحطه بعد كده. نحط بقى الجزر، نقطعه باحجام كبيرة مش عاوزينه صغير قوي. وبعدين ناخد معلقة هريسة عشان الاكلة تبقى حامية شوية، ونقلب كله كده مع بعضه على النار. هنضيف التوابل بقى. نحط معلقه شويه كده هو من الكركم، وده اختياري، في ناس بيحطوه وناس ما بيحطوهوش. وبعدين بنحط فلفل اسود، وبنحط كمان كزبره وفلفل حامي، شطه يعني. نقطع بقيه الخضار، البطاطس والكوسه، في البلد دي بيسموها جليوات. ها، عرفتوا بناكل ايه. ونسيبهم على جنب كده هوت لغايه ما ايه نفتح المرقه بتاعتنا ونشوف، ونضيف بقى شويه الخضار اللي احنا قطعناهم دول مع الاستمرار في التقليب. تمام تمام. ونشوف الملح كل شويه كده، ونشوف اذا كنا هنقدر نزود، عاوزين نزود ولا لا. في حاجه كده بيحطوها اهل البلد اسمها السناريه، اوكي. انا ما لقيتهاش، بس مش عارفه هو هيطلع الطبق بتاعنا حلو من بيها ولا من غيرها. اكتبوا لي في الكومنت كده اهو، وقولوا لي هي ايه السناريه. هنجيب بقى الحله التانية دي اللي هي بيفوروا فيها، اسمها الكسكاس. نحط شويه ميه، لسه برضو ما عرفتوش، هي بتبقى عامله كده. ونجيب بقى ايه الكسكسي، يا اما تخين او رفيع. انا بحب الرفيع طبعا، بيبقى اسهل في كتير. اجيبه واسويه. شوفوا بقى طريقه التسويه. انا هجيب هنا هوت الطبق الخشب ده اسمه الجزعه، وهجيب الكسكسي اللي عندي كده احطه فيها. ومراحل طريقه عمايله بقى ازاي، بنحط عليه شويه ميه، نرش عليه كده شويه ميه، ونقعد نقلب بايدينا كده، اسم نفرفره، نبعده عن بعض، الحبيبات نبعدها عن بعضها. ونضيف حبة زيت ونفرفره بالطريقة دي، بحيث ان كل القطع بتبقى متغطية بالمية. تكون المية الغليت هنا هوت. ونحط الكسكاس في البتاع الكسكسي في الكسكاس هنا هوت. تمام. ونخليه يستوي على البخار. الحاجة دي الطريقة دي اسمها احنا بنفوره. نفضل كده نعمل كده، ونيجي نعمل مرة تانية، مرتين. في ناس بيعملوه 3 مرات، بس مرتين انتوا تدوقوا. لو لقيتوا ان هو بقى طري وكويس خلاص كده استوى خلاص. نضيف بقى انا بحب احط ايه معلقة سمنة، ممكن تحطوا زيت، ممكن تحطوا زبدة، ما بين كل مرحلة ومرحلة مع المية. ومننساش نحط رشة ملح كمان بس مش كتير. هقول لكم مش كتير ليه. ونقعد نعمل كده اللي هو ايه، نفوره تاني للمرة التانية.
ما بنحطش ملح كتير قوي، لان احنا ممكن نستعمل الكسكسي ده بعد كده ان احنا ناكله كطبق حلو ونحط له سكر، فلو احنا حاطين له ملح كتير مش هنقدر نحط عليه سكر. فاحنا بنحط ملح كده هو يعادل، يبقى يخلي طعمه ان هو ايه، معقول، يتاكل يا حلو يا حادق. تمام كده. نحط كل الكمية في الكيس تاني، ونحطه على مية البخار للمرة التانية، ونقفل عليه. تمام. انا مش قادرة اقول لكم الريحة، ها ما عرفتوش احنا فين؟ هو ممكن نكون في بلاد كتيرة على فكرة، بس بالذات النهاردة احنا في بلد ايه. نجيب بقى طبق التقديم، ونشيل بقى الكسكسي من على النار. ما شاء الله ما شاء الله، الريحة يا جماعة الريحة. ونحطه بقى ايه في الطبق التقديم كده هوت. وطبعا احنا كنا خلصنا الخلطة اللي هي البنة، بيسموها البنة، دي اسمها البنة. خلصت اهي ما شاء الله، الفراخ اللي فيها والخضار والحمص والتوابل اللي احنا حطيناها. ونجيب بقى نعملها ازاي، هنطلعهم كده في طبق، علشان احنا هنوزع الخضار دوت والدجاج في طبق التقديم بطريقة جميلة ظريفة قوي بالطريقة دي. يعني دي طريقة التقديم وطريقة الأكل بتاعته. هنطلع بقى الخضار ونطلع الدجاج، ونبتدي نوزعه بشكل كده ديكور حلو. حط الكوسة والجزر والبطاطس فوق الكسكس اللي عملناه على شكل هرمي كده، كنوع من التقديم. داير ما يدور ونحطه. وبعدين بصوا هقول لكم بعدين هنحط بقى ايه. احنا كده هو بيتحط واحده 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 واحده، وسايبين احنا الدجاج والحمص في الاخر هنحطهم بقى ايه في النص. الشوربه بقى او الصوص اللي هي بتاعت البنه دي بتتحط كده جانبيا، اللي يحب يزودها يزودها، اللي يحب يعملها قليل قليل على حسب طريقه الاكل. خلاص. طبعا حب الكسكس اللي انا حطاهم في الطبق دول هيتاكلوا ده اسمه بالمرقه الحمراء، يعني بالصوص بتاعته لونها احمر. ممكن يتعمل بمرقه بيضه، يعني الصوص بتاعته يبقى بيضه ما فيهاش بقى الصلصه ولا الطماطم. خلاص. بتختلف من ولايه الى ولايه في هذه البلد الجميل. لسه ما عرفناش، لسه ما عرفنا، لا ما تهيألي عرفتوا وكتبتوا بقى في الكومنت. اكتبوا لي بقى في الكومنت. نجيب بقى الحمص اللي احنا عملناه وحطيناه ونحطه في النص، وينزل كده هو من الاطراف. تمام. ونجيب قطعة دجاج ونحطها كده فوق. يا سلام يا سلام يا سلام، البحر الأبيض المتوسط، الله. طيب. وبعدين نحط بقى الباقي ونزوق بقية الطبق. ما شاء الله. ادي الصوص. نحطه بقى على ترابيزة السفرة، ونيجي نقول بقى نستنى الأذان يأذن يا أذان. أنا حاطة بقية البنة هنا في الطبق، وهنا غرفت طبق. بصراحة أنا كنت مش ضامنة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اتفضلوا معانا يا جماعة، الأذان ادن. تفتكروا كنا فين النهاردة وكلنا ايه؟ اكتبوا لي في الكومنتس، وعاوزين نروح بكرة فين. باي باي.